مين مسؤول عن غلاء البنزين؟ ومين مسؤول عن ان الناس هتطرد من بيوتها بعد 7 سنين؟ مين مسؤول عن رفع الاسعار وعن بيع القطاع العام؟ انت المسؤول. هنا يا بنتي انت المسؤول، لأن النواب البرلمان اللي بيصوتوا على قرارات وعلى قروض بيكون من ضمن شروط صندوق النقد فيها رفع الدعم، كل ده بيصب في جيبك انت وبيأثر على معيشتك انت. لما حكومة بتقرر زيادة أسعار البنزين اللي عادة بيحصل يوم خميس وكلنا بنفاجأ بالقرار من غير ما حد يفهمنا ولا يشرح لنا أبعاد القرارات، ده بسبب ان البرلمان بيكون فيه نواب مش بيبقى عندهم تحفظات على القوانين والقرارات اللي بتأثر على معيشة الناس سلبا، مش بيقدموا حلول ذكية مختلفة لحل المشاكل الاقتصادية من غير ما يبقى ليها تداعيات السلبية دي على حياة الناس، ولا حتى بيشرحوا يفهموا الناس أبعاد وتبعات القرارات اللي هم بيصوتوا عليها. ده بالظبط زي ما تكون بتعمل توكيل لحد عشان يدير لك أملاكك وتفاجأ ان هو بددها لك كلها. عشان كده انت لازم تتأكد انك بتوكل الشخص الصح ان يكون صوتك في البرلمان. عشان كده احنا بنتفاجئ لان احنا قررنا ان احنا نبعد، قررنا ان احنا نقاطع وما يكونش لنا دور ايجابي في اختيار النواب اللي يمثلونا بجد في البرلمان. مشاركتك هي اللي بتأكد من وجود نواب بيمثلوك بأمانة، خايفين على مصلحتك، بيشرحوا لك، بيفهموك، بيسمعوا لك، وفي نفس الوقت عندهم القدرة على إيجاد حلول ذكية لحل المشاكل والتحديات الاقتصادية من غير ما يبقى ليها كل التداعيات السلبية الشديدة اللي كلنا بنعاني منها دلوقتي. عشان كده من فضلكم بقول لكم شاركوا بكثافة، شاركوا عشان تتأكدوا انه النائب اللي بيوصل للبرلمان بيمثلك بأمانة، بيقدر يشرح، بيقدر يفكر، بيقدر يقدم حلول مختلفة. عشان كده صوتك مهم جدا، مشاركتك مهمة جدا، ولازم نشارك بكثافة. خلونا نبدأ مع بعض نشتغل للتغيير للأفضل. اختار صح، خليك انت التغيير. أنا وفاء صبري، مرشحة عن مدينة نصر، مصر الجديدة والنزهة.